أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بهذا حرم الله وهكذا قدر الله وهذا ما يفعل الله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أصلي وأسلم على الصافي المصفى الشافع المشفع الزكي الزاكي أعلى الله قدره وجعل في العالمين ذكره. ومع هذا القدر السمي والمكان العلي تلقى نعيه من رب العزة جل وعلا قائلا إنك ميت وإنه ميتون. خاطبه رب العزة جل وعلا قائلا يا حبيبي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فوالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الجمع الطيب الكريم حياكم الله بالسلام وطبتم وطاب ممشاكم وشكر الله سعيكم جميعا في رحاب هذا الحدث التاريخي واللقاء القرآني الذي أقامته عموم عائلات الهنداوي في ليلة التكريم لزينة شباب التل الكبير وفقيد شباب عائلات الهنداوي الذي عاش حياته بحلوها ومرها. عاش طيب القلب عفوف اللسان ذاكرا إلى الله شاكرا إلى الله خدوما لأهله وجيرانه. الأستاذ أحمد عبد العظيم هنداوي أسأل ربي عز وجل أن يجعله برفقة رسول الله في الجنة. أنت يا ربي ولي ذلك والقادر عليه. مشاركين العزاء لعموم عائلات الهنداوي أصهارهم وأنسابهم
أهل هذا البلد الطيب قرية التل الكبير بالإسماعيلية أتقدم باسمهم جميعا بالشكر والتقدير لحضراتكم ولكل من جاء مشاركا واجب العزاء. السادة علماء الأزهر الشريف، السادة القراء، السادة الإعلاميين الذين حضروا مقدمين واجب العزاء في هذا اللقاء الكريم الذي ينقل لحضراتكم عبر الهندسة الإذاعية والصوتية الحاج السيد عبد الجليل كبرى مخازن الفراشة الحاج محمود أبو شميس. عدسات التصوير لهذا اللقاء الجنرال عبد الله الأشقر والمهندس هيثم محمد حسين. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، في هذا اللقاء الكريم استفتح بالذي هو خير بعد ان اقدم شكري بالسادة القراء الحاضرين لهذا اللقاء. ايات بينات طاهرات زكيات نزلت من رب السماوات على طه خير البريات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ سامي أيوب، سائلين الله له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون والأرض ولا
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. من اعظم آية بالقرآن ومن اطول سورة بالقرآن ومن اول المدني من القرآن. من آية الكرسي بدأ فضيلة القارئ الشيخ سامي علي أيوب القارئ وابن القارئ المعلم رحم الله والده رحمة واسعة، شاكرين إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم آله الداوي الأكرمين. رحم الله الأخ الغالي رحمة واسعة. أيها الإخوة الكرام، إنها لحقيقة لا مراء فيها ولا جدال فيها. الموت كأس وكل الناس ذائقه، والقبر باب وكل الناس داخله، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره.
تعددت الاسباب والموت واحد، وان لنا في رسول الله الاسوة الحسنة يوم ان قام على غسل ابنه ابراهيم وقال ان القلب ليحزن وان العين لتدمع وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا لله وانا اليه راجعون. اتقدم بجزيل الشكر الى العلم الاذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى الذي سافر الينا من محافظة الجيزة واتى ضمن كوكبة القراء الاجلاء الذين اتوا متنافسين متسابقين لاداء الواجب بل لرد شيء من الواجب، وهذا ما قاله نبينا الحبيب: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زوج. السادة أهل القرآن المتواجدين جميعا، شكر الله لحضراتكم، وهيا بنا الآن لنعيش مع آيات القرآن متدبرين المعاني بالآذان والأذهان ومتدبرين الأمور الفقهية بالعقل والوجدان مع قارئنا الإذاعي الكبير كروان الجمعة والفجر بالإذاعة المصرية فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. نسأل الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته، آمين آمين يا رب العالمين.